السلام عليكم. في هذا الفيديو سنوجه رسالة لليوتيوبرز الذين يستخدمون الصور المصغرة الخليعة بهدف زيادة المشاهدات، لا يدركون مدى الضرر الذي يلحقونه بأنفسهم وبغيرهم. فاليوم موضوعنا سيكون عن أحد أكبر نقاط الضعف في الإنسان، والتي استغلها الشيطان في إغوائه. في الحلقة السابقة تحدثنا عن تزيين الأعمال السيئة، وهي من أخطر الوسائل التي يستعملها الشيطان للفتك بالأمم، وأضل بها أجيال بعد أجيال. واليوم سنتحدث عن وسيلة لا تقل خطورة عن سابقتها، يعتمد فيها الشيطان على ضعف الإنسان أمامها، فهي غريزة موجودة فيه ويحتاج الإنسان لإشباعها، وإشباعها يكون إما بالحلال أو بالحرام. هذه الغريزة هي الشهوة الجنسية، فالشيطان يسعى لإثارة هذه الغريزة في الإنسان كي يشبعها في الحرام. ومن الأمور التي تثير هذه الغريزة هي نزع اللباس، فالشيطان يدعو الإنسان أن ينزع لباسه ليثير هذه الشهوة التي تضعف الإنسان في قواه العقلية، فيسبب ذلك عدم تفكير الإنسان بشكل سليم، فيقع في المحظور، ثم يشعر الإنسان بالندم بعد إشباع الرغبة وعودة قواه العقلية الكاملة. نزع اللباس من أول الفتن التي دعا إليها إبليس وأغوى بها آدم، فقد جعله يأكل من تلك الشجرة، وقال لآدم: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هذه طريقة إغواء الشيطان لبني آدم، يكذب عليهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كلا من هذه الشجرة لتكون من الخالدين. وفي الحقيقة هذه الشجرة الأكل منها نتيجته نزع اللباس وليس الخلد. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما: إني لكم الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لاحظ، قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، فهدف إبليس هو نزع اللباس ليرى كل منهما الآخر. إبليس يعرف أن هذا الأمر يغوي البشر، فهي غريزة فيهم تضعفهم إن تم استثارتها. لذلك الله يحذرنا من الشيطان، قال: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. والهدف من ذلك استثارة الرغبة والوقوع في الحرام، والمحرمات المتعلقة بهذه الرغبة تسمى فحش، وهذا واضح من الآيات. ففي قوله تعالى في قصة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأيضا في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيضا قوم لوط عملهم وصف بأنه فاحشة لم يسبقهم لها أحد. قال تعالى: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. هذا ما يعمل عليه الشيطان، نشر الفحش بكل أشكاله وصوره. فالله يحذرنا من اتباع الشيطان، فهو لا يدعوك للحرام مرة واحدة، فهو يعلم أن مهمته صعبة إن كان الإنسان بكامل قواه العقلية. لذلك يحاول الشيطان إضعافك أولا، فيأتي لك بالتدريج خطوة خطوة. بدايتها قد تكون صورة، يقول الإنسان: لا بأس إن رأيت صورة، أو كلام، تقول: لن أفعل شيئا فقد أكلمها أو قد أكلمه على الهاتف. ثم يتطور الأمر خطوة خطوة حتى يقع الإنسان بالكبيرة. فكلما تقدمت في خطوة كلما ضعفت نفسك أكثر، وضعفت قواك العقلية بسبب إثارة هذه الغريزة باتباع خطوات الشيطان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. لا تتبعوا خطوات الشيطان، فهو يدعو للفحشاء ويسعى لنشرها بين الناس. وللأسف في الوقت الحاضر أصبحت مهمة الشيطان أسهل، وذلك بسبب وسائل التواصل المرئية والمسموعة.
والإنترنت أصبح نشر الفحش سهل، يصل إلى داخل كل بيت بسرعة وسهولة، لا تستطيع ردعه بوسائل الردع المعروفة مثل الحشمة، أن يكون المجتمع محتشم، وذلك عكس نزع اللباس الذي يدعو إليه الشيطان. والله قد أمرنا بذلك، قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الله يبين لنا في هذه الآيات أن نقي أنفسنا من فتنة الشيطان عن طريق اللباس والاحتشام، وكثير من بلدان المسلمين ملتزمة بذلك والحمد لله. ولكن للأسف الآن الإنترنت والإعلام أصبح بداخل كل بيت، أصبحت الصور التي تدعو إلى الفحش تأتي من الخارج وتغزو المجتمعات عبر الإعلام والإنترنت. لم يعد لدينا إلا ثوب التقوى، تقوى الله، الخوف من الله. أنت لوحدك يمكن أن تفعل ما تشاء، لديك الإنترنت ولديك قنوات منزوعة اللباس، ولكن لا خوف عليك إن كان لباسك التقوى، فمهما وجدت دعاوي الفحش أمامك فلن يؤثر ذلك فيك، فلباسك التقوى أينما ذهبت. فإن كنت في الإنترنت فلن تجري وراء الفحش، وستذهب لما هو نافع لدنياك وآخرتك. حتى لو مرت عليك صورة أثناء تصفحك فلن تؤثر فيك. فعلى الجميع أن يرتدي ثوب التقوى، فلا مفر، مهما فعلت ستجد الصور الداعية للفحش تعرض عليك في كل مكان، ولكن لا تخف، فإنما الأعمال بالنيات، وكل إنسان يعرف نفسه إن كانت تلك الصورة تروق له أو لا. ذلك لباس التقوى، وهو خير من أي لباس. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. طبعا هناك آراء مختلفة للمفسرين عن معنى لباس التقوى، وأيضا وضعت بين يديكم هذا التدبر لعل فيه شيء من الصحة والله أعلم. وهنا أريد أن أوجه رسالة لصناع المحتوى خصوصا اليوتيوبرز. ألاحظ بعضهم يستعينون بالصور المصغرة التي عليها صور تدعو للفحش، وذلك بغرض زيادة المشاهدات. وفعلا الفيديوهات التي عليها مثل هذه الصور تكون مشاهداتها بالملايين، والسؤال: ما السبب في ذلك؟ لماذا المحتوى الديني والمفيد لا يريد الفرد أن يشاهده ويعتبره ممل، بينما إن ظهرت صورة فاحشة على أحد واجهات فيديو تجد الشخص يضغط عليه سريعا؟ السبب في ذلك أن هذه غريزة في الإنسان، يحتاج الإنسان أن يشبعها مثل حاجته أن يشبع جوعه، وإن حاول البعض مقاومة هذه الرغبة فلن يسلم من زن الشيطان عليه، ينزغه نزغا أن شاهد هذا ولا تشاهد هذا. لذلك الفيديوهات التي عليها مثل هذه الصور يشاهدها الملايين الذين وقعوا ضحية نزوتهم وضحية الشياطين الذين شغلهم الشاغل أن يدعون الناس إلى الفحشاء. معنى ذلك أن من يقوم بوضع مثل هذه الصور على واجهة فيديوهاته هو في الحقيقة طلب المشاهدات بالاستعانة بالشياطين. استفاد من الشياطين بعدد المشاهدات، والشياطين استفادوا منه بنشر ما يدعو للفحشاء. فأقول لهذا اليوتيوبر: ألا تخاف أن تكون ممن قال الله فيهم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ ستقول هي مجرد صورة لا تؤثر، والجواب: ألا تعلم أن هذه الصورة قد تكون أول خطوة من خطوات الشيطان، والتي يمكن أن تكون سبب في وقوع أحدهم في الحرام بعد ذلك؟ وضعت صورة شاهدها الملايين، فكيف تضمن أن يكون من بين هؤلاء الملايين أناس أصحاب نفوس ضعيفة ومراهقين، وأنت كنت السبب في وقوعهم في أول خطوة من خطوات الشيطان؟ الشيطان يستغل حاجة الإنسان للمال في سبيل نشر الفحش. كم من فتاة باعت نفسها لأجل المال، وكم من أسرة أكرهت فتياتها على البغاء في سبيل الحصول على المال. كل ذلك خوف من الفقر وضعف إيمان بالله ووعد الله. الله يختبرك ويقول لك: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لاحظ كيف كررها مرتين ليؤكد لك أنه لا يوجد شيء يستمر على حاله، وقد وعدك أن بعد العسر يسر، سنة إلهية لا تتبدل. فالمطلوب منك أن تصبر ولا تصدق وعود الشيطان الكاذبة،
فهو يعدك بالفقر الدائم وأن حالك لن يتغير، يحثك على ارتكاب المحرمات التي يزينها لك ويوهمك أن الرزق فيها سريع وكثير، كأن يدعوك إلى الأعمال الفاحشة. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. هذه الآيات جاءت بعد آيات تدعو المؤمنين للإنفاق، ثم جاءت هذه الآية تبين أن الشيطان يصدكم عن الإنفاق ويعدكم الفقر، يخوفهم الشيطان بنقصان أموالهم إن أنفقوا، ويدلهم على وسيلة لزيادة أموالهم وهي بالفحشاء. هذا الشيطان. أما الله فيعدكم مغفرة منه وفضلا، أي أن جزاء إنفاقكم هو أن يغفر الله لكم ذنوبكم، بالإضافة إلى ذلك سيزيد من أموالكم. يعدكم مغفرة منه وفضلا، الفضل هي الزيادة. الله وعد المنفقين بالزيادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله يقبض ويبسط، هو المسؤول عن رزقك، لا يغرك الوسيلة التي تأخذ بها هذا الرزق. الأصل هو الله الذي وعد أنه إذا أنفقت فسيخلف ما أنفقت ويضاعفه. فرق بين وعد الشيطان ووعد الله. الشيطان دعاك للفحش لزيادة مالك، والله دعاك للإنفاق لزيادة مالك. لذلك كل من يبتغي مالا أو شهرة أو أي هدف عن طريق الفحشاء فهو من المستجيبين لدعوة الشيطان. أنت يا يوتيوبرز إن استعنت بصور تدعو للفحشاء فأنت استجبت لدعوة الشيطان، طلبت الشهرة أو المال بدعوة الشيطان. والبعض الآخر يقوم بنشر تلك الصور بطريقة أخرى، بطريقة الانتقاد، يعرض صورة فتاة شبه عارية على أساس أنه ينتقد تلك الفتاة، وهو في الحقيقة يسعى للمشاهدات أيضا. تعددت الطرق والنتيجة واحدة، وهي نشر ما يريده الشيطان. الشيطان يحب أن يرى الناس منزوعي اللباس كما فعل بآدم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. لاحظ بعد جملة نزع اللباس قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وكأن هناك إشارة في الآية أن الشياطين تحب أن ترى الناس منزوعي اللباس، وهذا واضح من الطقوس الشيطانية التي تقام في بعض المناطق حول العالم. تجد دائما القتل والعري والشذوذ تمارس في تلك الطقوس. فنسأل الله السلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.